شاورمة لحمة كما قال الكتاب، هنعملها مع بعض وهنعرف سر التتبيلة بتاعتها اللي تطلعها معاكي احلى كتير من اللي بتجيبيها من بره. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ويلا بينا بسرعة على الطريق. اول حاجة هنبدأ بيها هو اختيار نوع اللحمة. لازم تختاري نوع لحمة كويس يكون ما بياخدش وقت في السوا، يعني استخدمي فيليتو او بفتيك. بعد كده قطعتها رفيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهي لسه متجمدة شوية علشان تبقى سهلة معايا في التقطيع. الخطوة اللي بعد كده هي تجهيز التتبيلة. معايا مية بصلاية نزلت عليها بعصير ليمونة، 3 معالق كبار من الخل، معلقتين كبار زيت. التوابل اللي استخدمتها هي ملح وفلفل اسود وبهار لحمة وتوم باودر وبابريكا مدخنة ورشة خفيفة من القرفة ورشة خفيفة من جوز الطيب. كل البهارات كاتباها لكم على الشاشة قدامكم. وبعد كده قلبت كله كويس قوي ونزلت باللحمة في التتبيلة. هسيب اللحمة في التتبيلة مدة لا تقل عن 4 أو 5 ساعات. لو سبتيها من قبلها بليلة كمان يكون أفضل. أغطيها وأدخلها التلاجة. ده كده شكلها. يلا بقى على التسوية. رفعت طاسة على النار فيها شوية زيت واسيبها لحد ما تسخن كويس. النار وقتها تكون متوسطة. وبعد كده نزلت باللحمة تاخد صدمة. طبعا مش بسيبها خالص، بفضل اقلب فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي مش بتاخد وقت خالص في السوا، وقت سواها كله حوالي 10 دقايق، لان ده بيرجع لنوعيه اللحمه زي ما انا قلت لكم. كنت بقلبها كل دقيقه تقريبا علشان ما تتحرقش مني. ولو عايزه بعد ما تاخد صدمه وتتشوح كويس فهدي النار وتغطيها، وكل دقيقه تبصي عليها وتقلبيها، مفيش مشكله خالص. واول ما تشرب كل السوائل اللي فيها كل التتبيله وتستوي بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، انزل عليها بالخضار بقى. بصل متقطع جوليان، طماطم كنت شايله منها القلب بتاعها. قلبت كده كله كويس. طبعا الكلام ده كله بعد ما اللحمه استوت واتشربت كل السوائل اللي فيها. قلب الخضار مع اللحمه كويس قوي. بعد كده اطفي النار وانزل ببقدونس كنت مقطعه منه الورق بس. وبعد كده ارفع على طول، ما بسيبش البقدونس على النار عشان لونه ما يغيرش. بقى المكون اللي بينقل طعمها في حته تانية خالص هو الفحم. ولعت كده حته من الفحم وحطيتها على الشاورما. بجد بينقل طعمها في حتة تانية خالص، بيخلي ريحتها وطعمها رهيب، كأنك بالظبط عاملة شاورما على الفحم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ كده خلاص خلصنا. جبنا بقى العيش الكويزر بتاعنا، نزلته كده على الشاورما عشان ياخد من طعم الشاورما وياخد من الصوص بتاعها. بدأت اعمل سندوتش بالشكل ده. وعملت طحينة، عملتها قوامها خفيف شوية علشان تنزل بالشكل ده كده على الشاورما. الطحينة بتاعت الشاورما بتبقاش سميكة زي طحينة المشويات. وبكده اكون جهزت السندوتشات كلها. بجد طعمها وريحتها رهيب يا جماعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى وصفاتنا تكون عجبتكم وتشاركوها مع كل اللي بتحبوهم، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير بافكار كتير جديده ان شاء الله تنال اعجابكم. واخيرا ما تنسوش اللايك والشير.